النهاردة الدنيا حلوة وماشية وجميلة. طب يا ترى بعد 5 سنين فكرت هيحصل ايه؟ انا بسأل نفسي السؤال ده كل يوم ولسه مش عارف الإجابة. يا صباح الفل، حلقة جديدة من وانت نازل الصبح. غبت عليكم كتير انا عارف يعني، بس عندي سؤال بقاله كتير قوي يعني بدور على اجابته كل يوم. هو احنا في المكان الصح؟ في سؤال كده عندي احساس الناس كتير بتقعد تسأله نفسها وهي نازلة الشغل كل يوم، اللي هو انا بعمل ايه؟ هو انا رايح ليه؟ او هو انا هفضل اعمل ده لحد امتى؟ وهي دي احنا يعني خليني اقول ان احنا مش معترضين على اللي بنعمله، يعني الحمد لله انت راضي وانا راضي وناس كتير جدا راضيه باللي بتعمله، بس في حاجه، في حته ناقصه. وانا بعمل ايه هنا؟ وانا هعمل ده لحد امتى؟ يمكن في كده يعني حاجه كنت شفتها قبل كده، وهي فكره انه الواحد ممكن يكون بيخسر فرص مجانا. يعني ايه مجانا؟ يعني النهارده احنا بنيجي نقول والله الدنيا ماشيه او الموضوع ده ماشي، خلاص ما تلعبش فيها. واحنا بنقول الجمله دي كتير على حاجات كتير، يعني في مواقف مختلفه. عارف انت لما واحد يكون عامل تركيبه كده معينه والدنيا ماشيه، فيقول لك لا والله ما تجيش جنبها، ما تلعبش فيها، سيبها. انا مش مختلف على الموضوع ده، ومش هقول لك بوظ بوظ التركيبه، بوظ المود او بوظ الجو اللي انت عامله. بس الواحد دايما بيقعد يفكر، طب انا لو قدامي فرصه، يعني عارفين زي ما كده واحد يبقى قاعد شغال ويجيله فرصه سفر فيقول لك يا عم انا لسه هسافر واروح اعمل، مع ان هي السفريه دي كانت ممكن تغير حياته. فهل احنا فعلا ممكن نخسر فرص مجانا؟ هو انا ممكن اخسر او احرق فرصه عشان راحه واطمئنان؟ طب الراحه والاطمئنان ده هيقعد قد ايه؟ لا هيزول. عارفين فكره الكومفورت زون؟ احنا حابسين نفسنا جواه، قاعدين جواه، مش عايزين نخرج بره. بالعكس، يعني هقول لكم حاجه انا يعني بدات يمكن اعملها مؤخرا. طول ما انا شغال، وانا قريت على فكره في الموضوع ده طلع ليه يعني ليه علاقه بالصحه النفسيه وكده، ممكن نبقى نتكلم في الموضوع ده في مره. انا بحب اسمع برامج معينه، برامج مالهاش علاقه يعني مش شرط يكون ليها علاقه بالبيزنس والكلام ده كله، لا، حاجات ليها علاقه بالكوره، برنامج قديم بيجي في الراديو مش عارف ايه. بحب اسمع الحاجات دي وانا شغال او انا بفكر في حاجه شغلاني او ليه؟ ببقى من ناحيه انا كشخص بدوس على نفسي عشان اطلع بره الحته بتاعت الاطمئنان، المنطقه الدافئه من الاخر، وما بين ان انا عايز اطلع بقى العالم اللي بره واشوف الدنيا فيها ايه. يعني عايز اكلم العملاء واشوف الدنيا معاهم فيها ايه بس في نفس الوقت محتاج حاجه تهديني، محتاج حاجه تبقى قريبه مني. فعشان كده بعمل الموضوع ده، لو انا بحاول اطلع بره بس من غير ما ابوظ او من غير ما يحصل لي حاجه من الاخر. انا بصراحه السؤال ده اللي انا سالته في الاول خالص، هو احنا هنفضل لحد امتى موجودين هنا او هنفضل لحد امتى في نفس المكان؟ تعالوا نحاول نطلع بره، تعالوا نحاول نغير، بس من غير ما من غير ما نحدف كل حاجه مره واحده. لا عادي نطلع بره الحلقه او بره الحته اللي احنا حابسين نفسنا فيها دي، بس واحده واحده لحد ما هنلاقينا ان احنا فعلا قدرنا نبص لفرص الصح. يعني لو في قدامك فرصه ما تخسرهاش، ما ترفضهاش، ما ترفضش المبدأ، لا عادي اقعد اتفرج شوف. يعني كلنا على فكرة كده، كم واحد فيكو او كم واحد فينا في بداية وانا هنا بتكلم الناس اللي اعمارها اكبر شوية، كم واحد فيكو ما كانش عنده فيسبوك ولا انستجرام لحد فترة قريبة؟ كم واحد فيكو ما كانش عنده تيك توك لحد فترة قريبة؟ تمام. كم واحد ما كانش محمل انستا باي عشان فاكر ان انستا باي ده البنك هيسرق الفلوس مش عارف ولا الضرايب هتعمل ايه؟ كم واحد؟ ما كلنا او ناس كتير كانت كده، وفي الاخر عادي انت غيرت وجهة نظرك وقلت طب ما اجرب، ايه المشكلة؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ فخلينا نروح للحتة دي، خلينا نجرب. انا حابب ان الحلقة دي تبقى يعني وليا كمان قبل ما تكون ليكو. تعالوا نجرب كل ما هو جديد، تعالوا نجرب نطلع بره، بس في نفس الوقت من غير ما نبوظ اللي احنا بنيناه. اشوفكم في حلقة جديدة، ومبسوط جدا بكل التعليقات بصراحة اللي بتجيلي. كان معاكم محمد ابراهيم، حلقة جديدة يوم الخميس ان شاء الله. اشوفكم على خير.